سلام البنات، مرحبا بكم، صحه فطوركم. اليوم جبت لكم ثاني فيديو لوصفات العيد، حلويات العيد. اليوم جبت حلوه النيسلي، ولكن ما عادش نعملها بالنيسلي، غادي نعملها بالطوفيه. والديكوراسيون هذا العام بدله، ما عادش ندير شوكولا بلو من الفوقه ولا كركاع، غادي ندير دي ترانسفير تاع عيد مبارك. شوفوا البنات الشكل تاع الحلوه تاعنا، شوفوا الشكل تاعها، الشكل رائع والتزيين بسيط. ترانسفير هذا فيه 40 حبه، يدير 20 ميل وعجبني بزاف. شوفوا ديك الرشمه اللي فيه. مقادير بسيطه للمبتدئات، فاسيلمون يديروا هذه الوصفه. نتمنى الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم، تابعوا معايا للاخر. نبداو على بركه الله. هنا كما قلت لكم نبداو. نجيب قبل ما نجيب الريسيبيون تاعي عندي 250 غرام تاع زبده، هذه تاع اللي درت بها الصابلي في الفيديو اللي قبل. عندي كاس غير ربع تاع سكر ناعم، 2 مغارف تاع نشاء هي مايزينا، حبه بيض وصفر حبه لافاني، قرصه تاع لا لوفور خميره الحلوى، والفرينه باش نلموها. يعني هذا والرشه تاع الملح باش نعدلو بها الذوق. هنا في الاولى نجيب هذيك لا مارغرين تاعي، نجيب مغرف نحط ديك لا مارغرين تاعي. ديك لا مارغرين كنت خليتها في الكوزينه، ما دخلتهاش راني في الفريجيدير، حراره المطبخ. هكا نحطها هي الاولى بهذه الطريقه، ونزيد معاها هذيك الحبه ونص تاع البيض، حبه وصفر بيضاء، صفر بيضاء. نزيد معاها عطر الفانيليا، اللي بغى يدير فانيليا بودر يديرها بودر. انا شريت هذا العطر كما قلت لكم سابقا، يعجبني بزاف هذا تاع القرعه اللي تعمر. هكا ندير كميه هنايا، وندير هذيك السكر كلاصي، ونقدا بالفوي تاعي ونبدا نخلط. قبل ما نزيد المايزينا نزيدها من بعد مع الفانيليا. هنا نقدا بالفوي تاعي ونخلط دوك المقادير حتى ينسجموا كاع. كي ينسجموا عاد باش نكملوا الوصفه تاعنا. هنا كنت باغي نخدم بالفوي، من بعد بطلت باش نخف فيه الخدمه. شفتوا باش نعمروا دوك القبابش تاعو. انا لازم يكون كل عام لازم يكون النيسلي ولا غير الوصفه كما نقولوا، غير هي نبدل غير الديكوراسيون ولا الحشو اللي داخل. العام اللي فات درته بالنيسلي، هذا العام غادي نديرها بالطوفيه، وندير له غادي من الفوقه ندير الشوكولا اولي، وندير داك ترانسفير تاع عيد مبارك مولف، ندير فوقه هذاك البده. هذا العام ان شاء الله ندير عيد مبارك باش نبدلو الديكوراسيون. هنا بعد ما خلطت بيدي مليح، ذوبت ديك الدهان ودخلت معاه داك البيض وكاع. هنا غادي نزيد الرشه تاع الملح، ونزيد 2 معارف تاع مايزينا هكا. كما نعرفوا بلي لاباط تاع الكاطو ما تستعجنش غير باليدين، غير هكا بصباعتينا ندخلو هكا بالصباع تاعنا. وهنا نقعد نزيد الفرينه الاولى، نزيد الكاس الاول ونزيد كاس الزاوج. هنا غادي نجيب الفرينه حدايا باش هكا ندير رشه خفيفه تاع لا لوفور. هنا ما كتروش لا لوفور باش كي نديروها في القبابش ما تطلعش وتخسر لنا لا فورم. من بعد كي نجيو نعمرو نلقاو لو فون كاع طلع. هكا درت 2 كيسان. هنا نورمالمون دخل لي 4 كيسان، هنا غادي ندير 2 كيسان نخلط. نزيد الثالث والرابع نخليه ابار الا خاصني نزيد كيما هكا. هنا مانيش معمراته، هكا نخليه قدامي.
بهذه الطريقه، ونقعد نزيد نلم في هذيك لاباس تاعي ونزيد الفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه، ماشي طريه بزاف بصح تكون طريه. هنا قاعده تنزيد في الفرينه تدريجيا حتى اللي تحصلت على هذه العجينه. شوفوا كيفاش تجي طريه هكا. غادي نغطيها ونوخرها على جهه، نجيب البلاط تاعي ونوجد القباب باش نعمروهم. للامانه ما دايرتليش 4 كيسان، دارت لي كثر، كل واحد والفرينه اللي عنده، النوعيه تاع الفرينه اللي عنده. كاين فرينه عندها اللي تشرب، كاين اللي يحفى عليها ربي ما تشربش، كل وحده وكيفاش. الله غالب. انا تاعي اختي مبغاش يحفى عليها ربي، فايت 5 كيسان عاد باش تلمت لي. المهم نغطيها ونعاود نولي نجيب القبابش تاعي ونولي. هنا بعد ما وجدت لي مول تاعي وريحت لي لاباط شويه، هنا قضبت العجينه، قضبت كميه تاع العجينه ندورها ونقضب داك المول تاعي ونبسطها. كاين اللي تبغي تحل بالوراق ومن بعد عاد تحل بالوراق ومن بعد عاد تقطع هكا دوائر وتقعد تخدم. انا هذيك تجيني ضياعه الوقت، كتمشي عليكم تبالي ضياعه الوقت، وكل واحد وكيحس روحه اليز. انا هذه الطريقه تعجبني هكا. نهودها شويه تحت ونقلع دوك الزوائد اللي تيجيو كيما هكا، نسقم هذيك الحبه هايا، من بعد نثقبها بالفرشيطه ونحطها في المول هكا. نعاود نقضب كميه حبه زوجه نبسطها هكا بيدي. كما نعرفوا هادو ما يجوش غلاض، لاباط تاعهم ما تجيش غليظه بزاف وما تجيش رقيقه باش ما تهرسش. هي المهم لتحت في لو فون ندخلو غايه بهذه الطريقه. نتمنى راكم تشوفوا غيتبالكم بيان هكا بهذه الطريقه. نسقم هنايا نسيي هنايا نعبز لداخل غايه باش ما تهودليش لاباط. بعد نقدر اون فورشيت ونثقبها هكا بهذا الشكل. نكمل كاع هذوك الحبات تاوعي ومن بعد نوريهم لكم في البلا ملي نجي ندخلهم للفوغ. هو الشكل تاعها. هنا البلات الكاطو تاعي دخلته الكوشه راهي طيب. هنا قدرت شويه تاع شوكولا ذوبتها في الميكرون، درت لها شويه زيت، شوفوا درت لها غير شويه زيت وجبت هاد الترانسفير. هاد الترانسفير عجبني بزاف، شفته شوفوا فيه عيد مبارك وفيه عيد سعيد وفيه هاد الزخرفه. غادي نسييه معكم، فيه هذا فيه 40 حبه. غادي نسييه. انا موالف نخدم بصح ماشي بهذا، هذا جديد شريته 20 ميل. انا غادي نقعد نعمر. انا موالف ندير حبه كركاع من الفوقه. هاد العام قلت نبدل ندير هاد الترانسفير، نبدلو شويه. الكركاع راه غالي، الكاوكاو اللي كان تاع القليل وزادوا فيه هكا. نعمر هادو كاع وندخلهم في الفريجيدير في الكونجيلاتور لو طون اللي نكمل كاع هذاك الكميه تاع الكاطو اللي عندي ونخرجها باش نعمرهم. قلت لكم بالطوفيه اللي تبغي تعمر بالنسلي، اللي تبغي تعمر بالكابريس، راه كاينه كابريس دايبه واجده في البواده هذوك. راني شاريه منها، تنوريكم واحد الفيديو تاعها شريتها ب 30 ميل بصح ما غاديش نستعملها في هذه الوصفه، غادي نستعملها في الوصفه تاع السيجار. هذا ان شاء الله نعاود ندير وصفه تاع السيجار وثاني نبارطاجيها معكم. هي غير يعني دوك كاع الناس تعرف دير الكاطو، كاع اللي ما تعرفش دير الكاطو، كاع اللي ماشي قاريه الكاطو ما تعرفش دير الكاطو، دخل اليوتيوب راه كاين وصفات الالاف الوصفات وكل وحده عندها طريقتها تاع التزيين وكل وحده عندها طريقتها
يعني تاع لاباط تاعها كل وحده والمقادير تاعها كل وحده الوغ انا غادي نكمل كاع هادو باش ما نطولش الفيديو. نكمل كاع هادو ونديرهم يبردوا ومن بعد نشوفوهم. هنا البنات شوفوا بعد ما طابولي، شوفوا حمرتهم كل واحد انا كي شفت هذه بدات حمار طفيت عليهم، ما شعلتش عليهم من الفوق. شوفوا حماروا جاو الشكل تاعهم، شوفوا هكا. انا هنا غادي نوري لكم غير هاد الكميه الصغيره والاخرين راهم يطيبوا. شوفوا داك الترانسفير اللي درته تاع الشوكولا، شوفوا كيجي شباب. شوفوا جا هذا فيها عيد سعيد، وكاين هذا فيها عيد مبارك. تخرج لكم ديك الرشمه، شوفوا عيد سعيد تخرج ديك الزخرفه تاعها. هنا راني وجدتهم هما باش نزين بهم من بعد. هاي الكراميل اللي قلت لكم هذه تاع الكابريس اللي قلت لكم عليها، بصح انا ما غاديش نستعملها اليوم، غادي نستعمل طوفيه. هنا غادي نحط داك الطوفيه ونقعد نعمر هكا، ونعمر داك النسل هذوك بهذه الطريقه. هنا راني موجده ذوبت الشوكولا، هاي لا تاني هنا ذوبتها في الميكرووند. اللي ما عندهاش يدير او بان ماري حمام، يدير او بان ماري حمام مريم كما يقولوا بهذه الطريقه. هنا غادي نعمر هادو كاع ومن بعد نعاودو نولو باش نشوفو. شوفوا هكا ديري الكميه اللي بغيتو. هنا اللي عنده مكسرات يبغي يديرهم من الداخل يدير. انا هنا مع غادي نخليها هكا نعمرها بالطوفيه ومن بعد نديرها هذاك الشوكولا نكمل نعمرهم كاع. كيما هكا هنا شوفوا بعد ما عمرتهم بداك النيسلي نقدر ديك الشوكولا ما نكثروش بزاف هكا، نزيد لها الوجه تاعها ونجيب هذاك الرشيم نحطه في الوسط هكا. نزيد معاكم وحده، شوفوا ندير الشوكولا نسكت لها الوجه تاعها بهذه الطريقه، ونزيد ندير ترانسفير واحد اخر هذا هذوك تاع عيد سعيد ونحطه في الوسط. نكمل الكميه هذه وتشوفوها في صحن التقديم. ها هو الكابط تاعي بعد ما كملته. شوفوا هنا هذا الترانسفير عجبني بزاف، هذا الشكل تاع عيد مبارك عجبني بزاف. انا كل عام ندير الكركاع ولا نديكوري بالشوكولا بلون. هذا العام درت هذا الترانسفير. تكون خليكم الفيديو تاع العام اللي فات اللي درت فيها نفس الوصفه ولكن ديكور مغاير هكا. شوفوا حنا غير باش نوريكم درت هذه الكميه، وريت لكم هذه الكميه. حنا مازالت الكميه الاخرى كاينه، نقرب لكم الفيديو باش تشوفوا. شوفوا نتمنى راه يبان لكم بيان. شوفوا الشكل، شوفوا انا مازال ماشي تلاش لي كيسات. نتمنى الفيديو تاع اليوم عجبتكم، ما تنساوش لايك بارطاج وخلوا لي تعليقاتكم وقولوا رايكم في هذا الترانسفير اللي درته.